انتوا النهارده نورتوني وشرفتوني وزودتوني، وكل سنه والله. النهارده في عناصر يا جماعه اول مره تيجي، يعني احنا بقى لنا 4 سنين تقريبا التجمع ده. بفضل ربنا النهارده في عناصر اول مره تيجي. كنا بقى لنا مثلا سنتين 3 4 بندعوهم، بيبقى ظروفهم مش بتسمح. والحاجه الاجمل بقى ان في استمراريه من كباتننا الكبار موجودين معانا. على فكره يا جماعه، وجود كباتننا الكبار، وجود كباتننا اللعيبه، كباتننا الكبار في الفرقه على مدى الجيل ده، احنا دايما بنفتخر بيهم. ودايما اقول لهم كده يا جماعه، احنا لينا حق عليكم، لينا حق عليكم بحكم العشره والسنين، لان احنا كنا معاكم وانتوا لسه صغيرين، واحنا كلنا لسه صغيرين. كان لسه ما كنتش نجم، ما الدنيا لسه ما شفتكش. كنا معاك، لينا مواقف، كلنا لينا مواقف مع بعض خاصه. حتى انا عايز اقول لك كل 2 و3 مع بعض يا جماعه ليهم مواقف خاصه مع بعض. هتلاقي مثلا مواقف باقي الفرقه ما بتعرفهاش. تلاقي في مواقف بقى زعلنا، اللي زعل ما لعبش، اللي زعل اللي طلع بره السكور، اللي زعل ما مشي من النادي. احنا عناصر واجيال يا جماعه من 12 سنه لغايه 20 سنه. تخيل بقى حضرتك في عناصر كمان يا جماعه من 12 سنه لعبت مثلا سنتين، وجي جيل بعديها ما شافهمش. بس تخيلوا بقى الناس اللي استمرت جمعت الاجيال دي كلها مع بعض. يعني الناس اللي استمرت من 12 سنه ل 20 لغايه الفريق الاول جمعت الناس اللي مشيت. يعني في عناصر من المجموعه اللي هنا ما لعبتش مع بعض، بس بحكم ان هو في عناصر مشتركه حوالي 5 6 10 لعيبه جمعوا الناس دي كلها. انا بتكلم في 40 لعيبه يا جماعه، وحوالي مثلا 8 مدربين و40 لعيب على مدى من 12 سنه لغايه 20 سنه. انت متخيلين يا جماعه؟ كل واحد عنده موقف حزين وفرح مع بعض ما حدش يعرفه عن التاني. ويمكن بعض النااس فاكره الكلام ده. يعني تلاقي مثلا كابتن ثروت في حاجات عارفها من عن 13 سنه، وعلى موفق مثلا وبوبوس ونبيل ابو زيد ومجد البطران وايمن تحوي، حاجات كلها فيها بعض طبعا في عنصر بقى الشقاوه والفتره دي والفترات دي. انا بترجاكم ان احنا ما نقطعش العاده دي، بترجاكم ان احنا نكمل. احنا لينا يوم تاني سحور عند كابتن هادي، وهو لينا سحور ولينا بنلعب ان شاء الله اليوم ده. انا بترجاكم ان احنا ما نقطعش العاده دي. العاده دي يا جماعه والله بتخرجنا ونعيد ذكريات كلنا احنا محتاجينها في ظل الظروف اللي الواحد فيها ضغوط بقى وعيال واسره وشغل وكل ده. انا بشكركم، كل سنه وانتم طيبين، ونورتوني وشرفتوني وزودتوني. وانا النهارده من اسعد واحد في الدنيا ان انا بنقول كمان الاجيال التانية اللي في النادي الاهلي هيقلدونا ويعملوا زينا. لان احنا حبنا للنادي الاهلي يا جماعه مش بالكلام، احنا ممكن مش ظاهر، بس احنا بنحب النادي الاهلي وبنعمل في كل الاستحقاقات الموجوده في النادي الاهلي. احنا بنبقى موجودين، مش لازم نقول ان احنا بنعمل حاجه حبنا للنادي الاهلي. كل سنه وانتم طيبين ومتشكرين يا كباتن. ربنا يكرمك.